ابعد عن خل التفاح. خل التفاح ممكن يسبب لك قرح للمعدة وهيسبب لك مشاكل كتير جدا انت في غنى عنها. اوعى تستخدم خل التفاح. احد اهم الاشاعات اللي بتتقال عن خل التفاح، خل التفاح بريء من كل الاشاعات دي. بيقال ان خل التفاح هو حمضي وبالتالي هو بيسبب قرح للمعده، واللي قال كده نسي اصلا ان المعده مليانه حمض هو HCl، وهو ده اللي بيساعدها جدا في عمليه هضم الطعام. العضوي اللي هو المدر الام الغير مصفى هو غني ب5% من الاسيتيك اسيد، وهو ده اللي بيخليه بيساعدنا جدا على عمليه الهضم، بيقلل جدا عمليه الانتفاخات، كمان بيحسن جدا من صحه المعده. لا ومش بس كده، ده كمان الاسيتيك اسيد ده بيساعدنا جدا ان احنا نقضي على البكتيريا الضاره اللي بتسبب لنا مشاكل كتير جدا في المعده، ومنها الاشريشيا كولاي، ودي اخطر انواع البكتيريا اللي ممكن تصيب المعده. بالعكس خل التفاح في الحاله دي بيشتغل قواقي للمعده من البكتيريا الضاره. خل التفاح هيساعدك جدا في رحله نزول الوزن. خل التفاح غني بالبروتينات والانزيمات وهيقتل البكتيريا الضاره، وكمان هيزود معانا معدل الشبع، يعني هنشبع وقت طويل جدا لما ناخد خل التفاح مع الوجبات بتاعتنا. كمان خل التفاح بيساعدنا جدا على عمليه الريشيبنج، بيخلينا نقدر ننزل الدهون اللي موجوده في المنطقه العنيده. اي دهون عنيده عندك مع خل التفاح نقدر نتخلص منها الى جانب نظامك الغذائي. مفيش حاجه سحر، ولكن في عوامل بنضيفها لنظامنا اليومي ممكن تساعدنا جدا بان احنا نحسن من حالتنا الصحيه. خل التفاح كمان بيظبط سكر الدم، ولكن خلي بالك لو انت بتاخد دواء لسكر الدم المرتفع، خلي بالك ان في الحاله دي الدكتور بتاعك هو اللي هينظم لك قد ايه تاخد خل تفاح في اليوم، لانه ممكن ينزل سكر الدم بشكل كبير جدا وتدخل في حاله من الهايبوغليسيميا. خل التفاح من اهم المصادر اللي انا بنصح الحالات بتاعتي معايا في ستاند اب هيلثي بروجرام ان هم يتناولوها من ضمن الانظمه الغذائيه اللي بقدمها لهم، ولكن ده مش معناه ان احنا هناخد عمال على بطال خل تفاح. في كميه معينه خل تفاح في اليوم مش هتزيد عن 5 ل 10 مللي، ولازم يكون اورجانيك ومدر غير مصفى. يعني تمسك خل التفاح تتاكد ان هو فيه شوائب، تتاكد كمان ان هو نوع اورجانيك عضوي، وده بالنسبه لنا افضل نوع خل تفاح ممكن تاخده. اي نوع تاني مش هيكون ليه لازمه. خل التفاح ممكن ناخد منه معلقه على كوبايه ميه نشربها بشاليمو، بس لو انت مش متقبل طعمه بمنتهى البساطه نقدر نضيفه للسلطات بتاعتنا او بعض التتبيلات، هيكون طعمها لذيذ جدا. وما تنساش ان هو في رحله التخسيس هيكون صديق لينا وهيساعدنا على الريشيبنج وهيظبط مقاساتنا بنسبه كبيره جدا. وما تنساش مع ستاند اب هيلثي عيشها بالصحه تعيشها بكل سعاده. باي باي.